طلاب تانية اعدادي، ايه الاخبار؟ مستر احمد عادل معاكم. ان شاء الله في الفيديو النهارده هنحل كل التقييمات اللي على يونت 1 كله. فبسم الله كده نبدا نشوف الاسئله بتاعت التقييمات بتاعت يونت 1. زي ما احنا عارفين يونت 1 عندنا كان بيتكلم عن جين الفا اللي هو جنريشن الفا. فتعالوا كده نشوف اول سؤال بيقول ايه. Individuals who have grown up with technology are known as. الافراد اللي هم كبروا باستخدام التكنولوجيا وكان معاهم التكنولوجيا بيستخدموها دايما كان اسمهم ايه؟ هل اسمهم ديجيتال ديفايسز؟ لا يا مستر، ما كانش اسمهم ديجيتال ديفايسز. ديجيتال كاميراز؟ لا برضه. امال ايه؟ ديجيتال نيتيفز، اللي هم اتولدوا لقوا التكنولوجيا وتعلموا ازاي يستخدموا التكنولوجيا قبل ما يقراوا ويكتبوا. Women and girls usually follow the latest نقط in fashion. دايما الستات والبنات بيتبعوا احدث الايه في الفاشن، في الفاشن اللي هي الموضه يعني. تريز ولا ترامز ولا ترندز ولا ترابس؟ لا، عايز اقول لك بيتبعوا احدث الترندات، يبقى ايه؟ ترندز، هتبقى رقم سي. Gen Alpha children are not discovering new movements in their communities. عايز اقول لك دايما بيستكشفوا، يبقى ايه؟ constantly، دايما بيستكشفوا حاجات جديده. Nowadays في هذه الايام parents are trying to know at the time their children spend using digital devices. عايز اقول لك بيحدوا من او بيقللوا، يبقى ايه؟ limit the time. Gen Alpha individuals like using technological devices to know their identity in today's world. عايز اقول لك عشان يعملوا الايدنتيتي بتاعتهم او يعملوا الهويه بتاعتهم، يبقى ايه؟ create their identity. طيب Gen Alpha are the children who were born from around 2010 to the mid 20s. اللي هو Generation Alpha ده هم الاطفال اللي اتولدوا من 2010 لحد 2020. They like creating short نقط to show their hobbies and opinions. هم بيحبوا يعملوا ايه عشان يظهروا الهوبيز الهوايات بتاعتهم والاوبينيونز الاراء بتاعتهم، يبقى بيحبوا يعملوا ايه؟ بيعملوا شورت ايه؟ شورت فيديوز. فنمبر 1 هتبقى شورت فيديوز. They share نقط and send emojis. هم بيبعتوا emojis وبيعملوا شير لايه؟ بيعملوا شير للميمز، يبقى they share memes. They are learning to نقط online activities with real life connections. هم بيحاولوا يعملوا توازن بين الاونلاين وبين الحياة الواقعية. يعني ايه توازن او يوازنوا؟ تبقى balance. They know a powerful trend that is shaping the future. هم بيمثلوا ترند قوي بيشكل الايه؟ المستقبل. يعني ايه يمثل؟ يعني represent. فنمبر 4 هتبقى represent. طيب نيجي لسؤال الديالوج، وعشان نحل سؤال الديالوج لازم نقرأه كله. احمد and عمر are talking about Gen Alpha. احمد وعمر بيتكلموا عن Generation Alpha. فاحمد بيسأله بيقول له where you born؟ قال له in 2012. طيب هنا في غلطة في التقييم، المفروض هنا تبقى when مش where يعني اين. ما ينفعش تقول لي انت اتولدت فين اقول لك في 2012، اقول لك انت اتولدت امتى، يبقى when مش where. So you are one of Gen Alpha generation، عشان يبقى انت كده بقى من واحد من ضمن جيل الفا. فسأله سؤال قال له they are the children who were born from 2010 to 2020. ده هم الاطفال اللي اتولدوا من 2010 لحد 2020. فيسأله يقول له ايه؟ هم مين generation alpha؟ فيقول له ايه؟ who are they؟ هم مين؟ او يطلعوا مين generation alpha ده؟ فقال له they are the children who were born from 2010 to 2020. What else do you know about Gen Alpha؟ ايه تاني تعرفه عن generation alpha؟ قال له they are called digital natives. هما بيتسموا digital natives. وهنا برضو في غلطة، لازم يبقى في نقطة مش question mark. فعمر سأله سؤال قال له because they learn to use technology before they can read. ده هما بيتعلموا ازاي يستخدموا التكنولوجيا قبل ما يقرأوا. فكده هو هيسأله هيقول له ايه؟ هيقول له هما اتسموا كده ليه؟ يبقى why are they called؟ هما ليه اتسموا بالديجيتال نيتيفز؟ حط question mark. طيب فسأله سؤال قال له they rarely spend a day without using technology. ده نادرا لما بيعدي يوم من غير ما يستخدموا التكنولوجيا. فممكن بقى يسأله يقول له ايه؟ يقول له مثلا هل هم بيقضوا يوم من غير السوشيال ميديا؟ do they؟ بدأت بدو عشان الفاعل زي. spend a day، هل هم بيقضوا يوم without التكنولوجيا من غير التكنولوجيا؟ فقال له لا، ده نادرا خالص ما بيقضوا يوم بدون الايه؟ التكنولوجيا.
طيب فسأله سؤال، قال له their parents are trying to limit their children's screen time. ده البيرنتس بيحاولوا يقللوا الوقت ده. فممكن بقى يسأله يقول له ايه هما البيرنتس بيعملوا ايه، او ايه البيرنتس اللي بيحاولوا يعملوه. يبقى what are their parents trying. ليه حطيت ing عشان are to do. ايه اللي ابويهم بيحاولوا ايه يعملوا. طيب نكمل. working women try hard to know their personal life with their work. البنات او الستات اللي بيشتغلوا بيحاولوا ان هم يعملوا توازن بين حياتهم الشخصيه وما بين الشغل. يعني ايه يوازن؟ يعني بالانس، هتبقى رقم ايه. nowadays people use emojis to know their emotions. الناس دلوقتي بتستخدم الايموجيز اللي هي الرموز التعبيريه يعني عشان يعملوا ايه في الايموشنز بتاعتهم، عشان يعبروا عن الايموشنز او العواطف بتاعتهم. يعني ايه يعبر؟ يعني express. Gen Alpha generation should use social media نقط. عايز اقول لك ان جيل الفا ده لازم يستخدم النت بطريقه او بحكمه. يعني ايه بحكمه؟ foolishly ولا carelessly ولا wisely؟ لا wisely يا مستر، يعني بحكمه. They are not their homework now. في كلمة now صح؟ يبقى دلت على أنهي زمن؟ دلت على المضارع المستمر. طب يا مستر المضارع المستمر بيتكون من إيه؟ من am أو is أو are زائد ال ing. طيب في هنا are they are، يبقى حط هنا ال ing. يبقى they are do ولا doing؟ they are doing. بيعملوا الواجب بتاعهم إيه دلوقتي. سؤال 5 مش واضح قوي. he not a new movie next Friday. هو هيتفرج على فيلم جديد الجمعة الجاية. he has already bought the tickets. ده معاه التيكتس، معاه التذاكر. يبقى معنى كده ان هو مرتب كل حاجة، يعني ده ترتيب. وانا المستر قال لك في الترتيب بستخدم ايه؟ بستخدم المضارع المستمر am is are ing. طب في هنا هي تاخد am ولا is ولا are؟ تاخد is زائد الفعل في ال ing. يبقى he is watching، هتبقى رقم C. she is travel to Aswan next week. ده ترتيب، فبدل ما كانت هي travel فهتبقى traveling. يبقى she is traveling. عادل eat كشري right now. ده بياكل كشري دلوقتي. يبقى eat ولا is eating؟ عادل is eating. وخدنا is عشان عادل ده مفرد. they play football next Friday. they have arranged to do that. هم رتبوا كل حاجة. يبقى ده مضارع مستمر. يبقى they are playing. ده ترتيب، يبقى استخدم ايه؟ استخدم زمن المضارع المستمر. طيب at the moment يعني في هذه اللحظة. كلمة at the moment بتدل على ايه يا شباب؟ بتدل على المضارع المستمر. at the moment he study science. عايز اقول لك في هذه اللحظة هو بيذاكر ساينس، بيذاكر علوم. يبقى he is studying، هو بيذاكر علوم. تمام نكمل. طيب سؤال الريرايت. they have arranged to volunteer in protecting the environment. هم قرروا او رتبوا كل حاجة ان هم هيتطوعوا في حماية البيئة. عايز هنا يستخدم are. اقول لك ايه بقى؟ اقول لك they are volunteering، يعني هم بيتطوعوا to protect the environment. طيب السؤال اللي بعده. he has booked a ticket to watch a play next week. كلمة a play هنا مش بمعناها يلعب، بمعناها مسرحية، هيشاهد مسرحية. يبقى ايه؟ he is watching، هو هيشاهد. ده ترتيب، يبقى احط ايه؟ مضارع مستمر. he is watching a play، هيشاهد مسرحية next week، الأسبوع الجاي. طيب نكمل. find and correct the mistake. نشوف المستيك أو الخطأ ونصححه. this week في هذا الأسبوع they are play. في حاجة اسمها they are play ولا they are playing؟ they are playing. he is done. he is done يعني إيه؟ هو اتعمل. في حاجة اسمها هو اتعمل ولا he is doing؟ he is doing a new project right now، مضارع مستمر. نكمل. using social media generation Z and Alpha can know and have fun with others. عايز اقول لك ان هم يقدروا ايه؟ يتواصلوا مع الاخرين. يبقى ايه؟ يبقى using social media generation Z and generation Alpha can
نقط and have fun with other. كان contact ولا correct ولا connect ولا contract؟ عايز اقول لك بيتصلوا بعضهم البعض، يبقى ايه connect، بيترابطوا. if people live نقط they can communicate using mobile phones. عايز اقول لك لو الناس عايشين بعيد يقدروا ان هم يتواصلوا باستخدام الموبايلات. يبقى يعيش بعيد يعني ايه؟ far apart ولا far apart؟ far apart يعني بعيد. Gen Z and Gen Alpha are interested in the environment and treating people with. عايز اقول لك وبيعاملوا الناس بالعدل. يعني ايه عدل؟ with fairness. لكن fair دي يعني عادل، صفر. نكمل. People use different forms of technology to share their thoughts and not important issues. عايز اقول لك ان الناس بتستخدم طرق كتير للسوشيال ميديا علشان يعملوا ايه؟ علشان يشاركوا الافكار بتاعتهم ويساندوا او يدعموا القضايا المهمه. يعني ايه يسند او يدعم؟ يعني support، زي القضيه الفلسطينيه مثلا. if people have something in common، لو في ناس ليهم نفس الحاجات المشتركه ما بينهم، this means they have the same ideas and عايز اقول لك نفس الافكار ونفس الاهتمامات. يعني ايه اهتمامات بقى؟ يعني interests. يعني ايه interests؟ يعني ايه اهتمامات. Gen Z and Gen Alpha like short videos, emojis and memes. الجيلين جيل زد وجيل الفا هما الاثنين بيحبوا الفيديوهات القصيره وبيحبوا الميمز. Many of them care not the environment. كلمة care بتاخد ايه؟ بتاخد أي حرف جر؟ تاخد about. يبقى care ايه؟ care about يعني يهتم أو يعتني بيه. They share their not through using technology. هما بيشاركوا ايه؟ بيشاركوا أفكارهم. يعني ايه أفكارهم؟ thoughts. Both generations speak the same digital نقط. بيتحدثوا نفس اللغة الرقمية. يبقى digital ايه؟ digital language. Technology helps them نقط each other and cooperate to make their world a better place. التكنولوجيا بتساعدهم ان هم يفهموا بعضهم البعض. يعني ايه يفهم؟ understand. طيب نكمل. The time people spend using a screen is called. الوقت اللي بيقضوه على الشاشة اسمه ايه؟ اسمه screen time. فتبقى رقم C. If you have the same ideas and interests with someone it means you have something in. لو ليكوا نفس الافكار ونفس الحاجة يبقى انتوا عندكم حاجات ايه؟ in common، حاجات ايه؟ مشتركة. عادل is visit his grandparents. في حاجة اسمها عادل is visit ولا عادل is visiting؟ is visiting. they not prepares dinner now. يبقى they are preparing. يعني هما بيحضروا الأكل دلوقتي. we should all treat old people not kindness. عايزين نعامل الناس الكبيرة بالإيه؟ بالحسنى أو بالإيه؟ بالعطف. يبقى إيه؟ with kindness. Not are small digital images used to express emotions or ideas in electronic messages. دي بتسمها ايه اللي بتعبر عن الايموشن؟ اسمها emojis، يعني رموز ايه؟ تعبيرية. She using her laptop right now؟ لا، she is using. هي بتستخدم. We watch a match in Cairo Stadium next Friday. We have prepared everything. كل حاجة مترتبة. يبقى we are watching. ترتيب يبقى مضارع مستمر. Many parents encourage their children to use not skills online. علشان يستخدموا الايه؟ بيشجعوا عشان يستخدموا السكيلز بتاعتهم او المهارات الرقميه بتاعتهم. يعني ايه مهارات رقميه؟ يعني digital skills. Gen Alpha is a generation that is hoped to know the future. Generation Alpha ده من المتوقع منه ان هو يشكل المستقبل. يعني ايه يشكل؟ shape. رقم B. My sister plays online games now. لا، is playing. كلمة now تدل على المضارع المستمر. They having dinner outdoors tomorrow. لا، they are having. طب يا مستر هي مش have ما بتجيش في الاي ان جي؟ اقول لك have ما بتجيش في الاي ان جي لو بمعنى يمتلك، لكن هنا بمعنى يتناولوا الاكل او يتناولوا العشاء. طيب هنا بقى شويه اسئله على ال اسمها ايه؟ على القصه. وهنا على lesson 5 و 6. تعالوا نحل على lesson 5 و 6. نكمل على اليونت كله. We use the expression in my opinion to explain our ideas not when talking to others. عايز اقول لك عشان نعبر عن الاراء بتاعتنا او افكارنا بشكل واضح. cleanly ولا clearly؟ لا clearly يعني ايه؟ بوضوح. طيب we should put our mobiles not during meals and before bedtime. قبل النوم واثناء الوجبات لازم نحط التليفون بعيد. يبقى put ايه؟ put away.
spending too much time on digital devices can be نقط. ان انت تقضي وقت كتير على الديجيتال ديفايسز ده هيكون ايه؟ حاجه غير صحيه، يبقى unhealthy. We should learn how to find the نقط between our screen time and the family life. لازم نلاقي توازن بين الوقت اللي بتقضيه على الاونلاين وبين الوقت اللي بتقضيه مع العيله، يبقى بالانس يعني توازن. A blog is an online journal or نقط where someone writes regularly about a certain topic. البلوج دي اسمها ايه؟ المدونة، يبقى اسمها موقع. يعني ايه موقع؟ ويب سايت. How long do you spend using technology every day؟ هنا بقى عايز يستخدم many، اقول لك مثلا ايه؟ how many اجيب بعدها اسم يجمع، يعني how many hours مثلا، كم هي عدد الساعات. do you spend using social media؟ طيب in my opinion it's okay to enjoy your screen but don't let it control you. هنا عايز استخدم I think. ممكن مثلا اقول لك ايه؟ I think that you can enjoy your screen. انت تقدر تستمتع بالوقت بتاعك عادي but don't let it control you. بس ما تخليهاش انها تسيطر عليك. تمام كده؟ نكمل. طيب ده يونت 2. احنا كده خلصنا كل التقييمات اللي على يونت 1 على كل الليسونز، من ليسون 1 لليسون 6، ودي كانت تقييمات يونت 2. استنونا ان شاء الله في الفيديو الجاي هنحل تقييمات يونت 2. كده احنا خلصنا يونت 1، باذن الله الفيديو الجاي يكون يونت 2. وبالتوفيق لكم يا شباب دايما، ودايما اشوفكم في احسن الاماكن باذن الله.